كتير منكم بيسألوني ازاي اعمل صوت صعب. النهارده عندنا صوت خوخة وصوت انيميشن، هو صوت صعب لانه جاي من منطقة الحنجرة، من منطقة صعبة جدا. وكمان احنا بنقفل في صوت خوخة مجرى الصوت، لساني برجعه عند منطقة الحلق، بقفل شوية مجرى الصوت عشان يطلع الصوت مخنوق. هي صوتها فيه فيتاليتي عالية بس الصوت مخنوق، او صوت فيه شوية من النيزل فويس او الصوت الانفي. تعالوا نجربها مع بعض. وخلي بالكم لازم وانت بتعمل الاصوات الصعبه اعمل دندنه، يعني خلي صوتك في الاول سوفت. بلاش الاصوات الصعبه ابدا بصوت قوي قوي عشان ما اجرحش صوتي. يعني مثلا انا هاجي اشوف خوخه، هعملها بدندنه الاول. ياه، ده هيبقى يوم جميل جدا. بعملها الاول دندنه، بعد كده اعلي صوتي. ياه، ده هيبقى يوم جميل جدا. في الصوت الصعب اتأكد الأول إنك بتعمله دندنة. اتأكد رقم 2 المكان الصادر منه بيصدر إزاي. 3 لازم تنفسك يساعدك، تنفس من البطن عشان يديك دعم، يديك سبورت، يديك قوة. رابع حاجة حركة جسمك، لأن حركة الجسم بتساعد إن احنا نمثل الشخصية. الفيشل اكسبريشن، حركات الجسم، تبقى فاهم كمان عن الشخصية، تفهم الشخصية دي عبارة عن إيه، الشخصية دي علاقتها بالشخصيات الآخرين إيه، الاسلوب بتاع الكلام بتاعها ايه، السرعه والبطء في الكلام بتاعها. تعالوا كده نتدرب على خوخه، ويمكن انا هاخد البارتس بتاعت خوخه بس في السكريبت، مش هعمل بقيه الاصوات عشان نركز عليها. تعالوا كده نشوف. نمنم، احنا عندنا فكرة جميلة جدا وعايزين نقولها. انا بدات اخد الصوت ده، بخلي كأن لساني يقفل المنطقه بتاعه الحلق عشان الصوت يطلع مخنوق شويه من الفم، ويطلع الباقي من الانف، فيطلع شويه نازل وشويه من منطقه الحلق. كمان وانت بتعمل الشخصيه الصعبه لازم صوتك يكون واضح. مش معنى ان الصوت يكون غريب او الصوت يكون شويه صعب ان هو ما يكونش واضح، لازم يكون واضح. يعني هي بتقول له نمنم، احنا عندنا فكرة جميلة وعايزين نقولها لك. لازم لساني اكون بتك على الكلام شويه، زي فكره الفنترلوكويزم. الفنترلوكويزم او التحدث البطني، لو تفتكروا البابتس اللي بيبقوا قافلين بقهم وبيخلوهم هم بيتكلموا من بطنهم، بيستخدموا منطقه اللسان بقوه، هو بيكون دعم كبير وسبورت كبير انه يلعب الشخصيه دي. تعالوا كمان نكمل. وبعد كده ناخد الحاجات دي ونديها للناس اللي محتاجينها، بس ما تقدرش تشتريها. سماعات، شرابات، بنطلونات، هدوم. المهم ان الحاجة اللي هنشارك بيها تكون سليمة ونظيفة. اللعب يعني تبقى بتشتغل مش بايظة، علشان اللي نتبرع بيه يبقى كويس والناس تعرف تستخدمه. لو تلاحظ ان انا كمان بوقف، يعني بكتم التنفس شويه عشان هي تبدا تطلع بالصوت اللي انت شايفه. في صوت زي خوخه او الاصوات الصعبه زي ما اتفقنا لازم تتاكد ان في سبورت من التنفس، لازم تتاكد ان في سبورت من جسمك، انك تمثل بجسمك. لازم تعرف الصوت بيصدر منين عشان تعرف تجيبه. نصيحه مهمه، بعد ما اعمل اي شخصيه صعبه لازم ابلع ريقي. ليه ببلع ريقي؟ برجع الحنجره للوضع النيوترال، الوضع الطبيعي بتاعها، لان احيانا الحنجره ممكن ترتفع مع بعض الاصوات. فكل ما اعمل صوت صعب كل مثلا دقيقتين او 3 عشان ما يحصلش ارهاق لصوتي، يا اما ابلع ريقي يا اما اشرب ميه عشان الحنجره تكون في وضع طبيعي. عندنا في كورس فن الدوبلاج والتعليق الصوتي بنتدرب معاكم على اصوات صعبه. نصيحه وانت بتتدرب على الصوت الصعب خليه دندنه في البدايه، يعني ما تطلعش الطبقه القويه. مثلا دندنه زي الغناء، لما اجي اقول راح مني النوم، غير لما اطلع راح مني النوم، غير لما اطلع لطبقه اعلى. فبالتالي ابدا بطبقات سوفت عشان ما اجرحش صوتي. في كورس فن الدبلاج والتعليق الصوتي بنبدا معاكم بشخصيات صعبه، وبنعلمكم ازاي تجيبوها وازاي تحافظوا على صوتكم. مهم قوي انك تعمل الشخصيه الصعبه، بس الاهم ان يكون عندك هيلثي فويس. في ناس بتعمل الشخصيه بس بعد كده صوتها بيتجرح، لازم يكون بتعمل الشخصيه وكمان صوتك سليم، صوتك طبيعي تحافظ عليه، مش صوتك بعدها يتجرح. بنعلمك في الكورس ازاي تؤدي الشخصيات حتى الصعب منها، مع ان يكون عندك صوت healthy voice بالتمارين، وازاي تحافظ عليه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وكمان تبعتوه لاصحابكم المهتمين بمجال الدبلاج والتعليق الصوتي او الاصوات عموما. انتظرونا في فيديو جديد. لكم مني كل الحب والخير والسعاده.